أهلا بيكم في مقدمة أجوبة عن الألم والحرب الروحية وسلطان المؤمن. يا ترى إذا كان ربنا هو إله الخير وكان قوي فعلا، فليه سايبنا نتألم من الشر اللي في العالم ده؟ ويا ترى إيه هو مصدر الشر والألم اللي بيحصل دلوقتي في عهدنا الجديد وزمان في العهد القديم؟ وليه ربنا يسمح للشيطان إنه يجرب أيوب ويعذبه؟ وإيه الفرق بين الحرب الروحية وبين تأديب ربنا لينا؟ وهل صحيح ربنا ادى سلطان للمؤمن؟ وليه ربنا يدي سلطان للمؤمن؟ ويا ترى المؤمن ممكن يستعمل سلطانه في ايه؟ وهل السلطان ده محتاج لدرجة ايمان معينة؟ وهل الايمان فعلا درجات ولا هو متساوي عند كل المؤمنين؟ وازاي المؤمن ممكن يمارس ايمانه ده؟ وايه الفرق بين السلطان الروحي اللي كان عند المؤمنين في العهد القديم وبين السلطان الروحي اللي موجود عند المؤمنين في العهد الجديد؟ وأسئلة أكتر من كده بكتير بنناقشها في الكورس، فافتكر احتفظ بالفيديو وشاركه مع أصحابك.